برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. جولة جديدة في أسبوع جديد شهبندر الكورة على راديو برونتو، البرنامج اللي بنحكي فيه وبنتناول فيه كلام في الكورة بس من زاوية اقتصادية بحت، بحيث نستقرأ سويا ايه اللي هيحصل في الكورة بعيد عن الفنيات والتكتيكات. النهاردة صديقي هكلمك عن كيفية حدوث انتقالات لعيبة الكورة، ازاي الموضوع بدأ وازاي دلوقتي موجود. زمان كان النادي مثلا بيبقى عايز لعيب بيروح يشتريه على طول، بيع وشراء، حاجة يعني بشكل بيزك جدا. يعني الموضوع بيبقى النادي بيخاطب النادي صاحب العقد اللاعب وبيستولى على عقده على طول وبينتقل اللاعب ده بشكل طبيعي جدا. الخطوة اللي بعديها بقى حصل في بداية الألفينات لما زاد التدخل البيزنس والاقتصاد في الكورة بشكل أكبر بكتير من زمان، فبناء عليه بدأ الموضوع يبقى فيه مثلا اللي هو نسبة الأهداف، وبعد كم مشاركة يبتدي ياخد أجر أعلى شوية من اللي قبليه، وابتدت الأسعار كمان بتاعت اللعيبة ما بين الأندية تزيد. بعد كده بدأنا بقى في الحقبة الأخيرة بقى من 2010 ابتدى الموضوع بقى يخش في حاجات كتير جدا متشعبة، مثلا منها إن في إعارة، والإعارة دي فيها حقية بيع وفيها لأ إعارة جافة إن هو يرجع تاني لنفس النادي. وبعديها بقينا دلوقتي موجود مثلا عندنا مثال في إيطاليا بشكل غريب جدا إن هو ممكن اللعيب بيلعب في 3 أندية، يبقى في نادي مالك عقد اللعيب وفي نادي هو طالع له إعارة وفي إعارة ثالثة. فإحنا وصلنا دلوقتي لشكل غريب من الانتقالات دلوقتي. الموضوع دلوقتي كمان بيتضمن ان مثلا لو النادي ده تحصل على بطوله بعد انتقال اللاعب، بيبتدي النادي التاني اللي باع له اللعيب يبتدي يحصل على مبلغ من المال، واللعيب نفسه بيحصل على مبلغ من المال. ودلوقتي في الوكلاء دلوقتي بياخدوا نسب من البيع والشراء. في 2013 كان عندنا حاله للعيب لويس سواريز كان موجود في نادي ليفربول، ونادي ارسنال كان مهتم ان هو يشتريه من النادي. كان في شرط جزائي في عقده 40 مليون استرليني، وكان الهدف ان هو ارسنال يدفع المبلغ ده لنادي ليفربول. بس طبعا ساعتها ليفربول كان طالب رقم اعلى لان اداء اللعيب ساعتها كان اعلى من المبلغ ده بكتير. فساعتها نادي ارسنال في حركه طريفه جدا حط 40 مليون زائد باوند استرليني واحد بس عشان خاطر يبتدي ان هو يعمل حاله تفاوض مع نادي ليفربول. طبعا نادي ليفربول بادارته طلعوا يعني اتكلموا في الصحافه وزي ما تقول سيحوا كده على الموضوع ان نادي ارسنال عرض 40 مليون زائد باوند استرليني واحد بس. فطبعا كان الموضوع طريف جدا، وطبعا دي خلاص بعديها بقى يعني المفاوضات وقفت طبعا عشان كان الشكل يعني زي ما تقول استهزاء بنادي ليفربول. فوصلنا الحالة دلوقتي ان خلاص بقى الموضوع متشعب، بقى في اطراف كتيرة في الموضوع، بقى في فلوس كتيرة جدا في الموضوع، بقى في حوافز كتيرة جدا في الموضوع سواء للنادي او للعيب او الاهل كمان. بقى في الاهل دلوقتي هم الوكلاء بتوع اللعيبه، ما بقاش في وكيل لعيبه زي زمان. فاحنا دلوقتي قدام تطور غريب للكرة. احنا بعد كده مع الوقت كمان هيبقى فيه ان هو انت بتشتري من الاكاديميه كمان بتاعه اللعيب، مش من النادي كمان. الاكاديميه دي مش بشكل محترف، دي يعتبر حاجه زي بشكل هاوي. فاحنا دلوقتي يعني وصلنا لكذا مرحله، والمراحل دي لو تقيسها كده هتلاقيها بتتحرك كل 10 سنين. بس صديقي، دي كانت جولتنا النهارده في شهبندر الكوره مع محمد الجندي على راديو برونتو.